السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بالمسرات. في 16 سبتمبر عام 1970 انقضت القوات الأردنية بقيادة الملك حسين ومعاونة العشائر الأردنية على الفدائيين الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها ياسر عرفات، واتجه الفريقين إلى الصدام المسلح، وثار بينهم غبار معركة شرسة استخدمت فيها جميع الأسلحة. بل قرر الملك حسين أن ياسر عرفات لن يخرج من هذه المعركة حيا أبدا. ليش؟ ما السبب؟ إيش اللي حصل؟ مع أنهم قبل سنة متعاونين في طرد الجيش الإسرائيلي. تابع معي القصة إلى النهاية، لكن خل معك حبوب ضغط. هزيمة 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية. انتقل الفدائيين الفلسطينيين إلى الأردن، ومن الأراضي الأردنية واصلوا هجماتهم على الكيان الغاصب المحتل. حتى عام 1968 قررت إسرائيل الانتقام من هذه الهجمات المتتابعة من الأراضي الأردنية، وفعلا تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه الأراضي الأردنية إلى منطقة حدودية اسمها الكرامة، يوجد فيها معسكر للفدائيين الفلسطينيين. تصدى الجيش الأردني ومن معه من الفدائيين الفلسطينيين للقوات الإسرائيلية، وكانت معركة شرسة جدا بين الطرفين. أسفرت المعركة عن هزيمة منكرة للجيش الإسرائيلي، حتى أنه انسحب من أرض المعركة وما قدر يسحب قتلاه منها. سميت هذه المعركة هي معركة الكرامة. هذه المعركة رفعت أسهم الفدائيين الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانهالت عليها المساعدات وزادت قوتها وانتشارها، لكنها مع الأسف بدل أن توجه سلاحها لإسرائيل وجهت للداخل الأردني. وبدأ الفلسطينيين داخل الأردن يمارسون سلطة الدولة، فكانوا يضعون الحواجز والتفتيش، يأخذون الضرائب، وكأن الدولة هذه ما هي موجودة، ولا كانوا ينظرون للوائح والقوانين الأردنية ولا يعبرونها أصلا، بل كانوا تعبير دقيق لمقولة دولة داخل دولة. وقاموا بمظاهرات ضخمة للمطالبة بالإطاحة بالملكية الهاشمية. بل حاول الفلسطينيين اغتيال الملك حسين مرتين. المرة الأولى على أحد حواجز التفتيش اللي كانوا يقيمها الفلسطينيين، أطلقوا على موكب الملك حسين النار لكن الله سلم. المحاولة الثانية كانت بطلقة قناص لكن الله سلم أيضا. عموما الملك حسين يعتبر من أكثر رؤساء الدول اللي تعرضوا لمحاولات اغتيال، حتى قيل أنها وصلت إلى 18 محاولة اغتيال. لكن سبحان الله العظيم، الأعمار بيد الله عز وجل. الملك حسين كان يضبط نفسه أمام هذا الوضع، وكان يدرس الحلول لمواجهة تغول منظمة التحرير الفلسطينية عليه وعلى بلده، حتى وصلت للمطالبة بإزالته هو من الحكم. وقعت حادثة كان كما يقال هي القشة التي قصمت ظهر البعير. توجت منظمة التحرير الفلسطينية والفدائيين الفلسطينيين معها تصرفاتهم في الأردن باختطاف ثلاث طائرات مدنية وإجبارها على النزول في الأردن، وتحديدا في الزرقاء. هذه الطائرات فيها جنسيات متعددة، أمريكان، سويسريين، وكان من ضمنهم إسرائيليين. دارت مفاوضات مع المختطفين لإطلاق سراح الرهائن، وبعد مفاوضات طويلة تم إطلاق سراح الرهائن. وقام الفدائيين الفلسطينيين بتفجير هذه الطائرات أمام أنظار الصحفيين وأمام وسائل الإعلام اللي موجودة. الملك حسين وصل إلى درجة أن الأمر بلغ منتهى. استدعى قوات جيشه وجهز جيشه واتجه إلى مقرات منظمة التحرير الفلسطينية. منظمة التحرير الفلسطينية بدورها شالت سلاحها وجهزت أفرادها واستعدت لمواجهة الجيش الأردني. بعد ما كنا نحارب إسرائيل ونتعاون، عدنا نحارب بعضنا بعض، ودارت رحى معركة بين الطرفين استخدمت فيها جميع الأسلحة. الجيش السوري حاول أن يتدخل، لكن الجيش الأردني استطاع أن يطرده، واستمر القصف المتبادل بين الطرفين حتى أعلن الفدائيين الفلسطينيين
إن مدينة إربد مدينة محررة، مدينة محررة من أهلها، مدينة محررة من رئيسها. الجامعة العربية عقدت اجتماع طارئ في القاهرة لمناقشة هذا الوضع وإنقاذ الفلسطينيين من هذه المعارك برئاسة جمال عبد الناصر. حاولوا اتصال بالملك حسين لحل الإشكال، لكن الملك حسين كان مصمم على إبعاد الفلسطينيين من الأردن. أرسل وفد إلى عمان كان من ضمنه الشيخ سعد العبد الله الصباح اللي كان وزير الداخلية الكويتي في وقتها. وصل الوفد إلى عمان وقابل الملك حسين، لكن الأمور ما انتهت إلى شيء. قرر الشيخ سعد العبد الله الصباح إنقاذ ياسر عرفات. الملك حسين أعطى سعد العبد الله والمرافقين مع سيارة وخلاهم يتجولون براحتهم. الشيخ سعد العبد الله الصباح بحث عن ياسر عرفات لإنقاذه، وفي جو المعارك والقصف المتبادل جاء خبر أن ياسر عرفات مختبئ في السفارة المصرية، وفعلا توجه الشيخ سعد العبد الله الصباح إلى السفارة المصرية ودخل على ياسر عرفات. لكن مشكلة كيف نطلع شكله معروف. قام الشيخ سعد العبد الله الصباح بإعطاء ياسر عرفات ثوب كان معه وشماغ بدال الشماغ الفلسطيني المعروف، وطلب منه يحلق لحيته ويشيل النظارة، وأدخله معه من ضمن الوفد ومن باب السفارة إلى باب السيارة. ومرت السيارة في أجواء القصف والحواجز وما حد انتبه، ومن السفارة مباشرة إلى الطائرة ومن الطائرة إلى القاهرة. وتفاجأ الملك حسين بوجود ياسر عرفات في القاهرة. مهمة انتحارية قام بها الشيخ سعد العبد الله الصباح لإنقاذ ياسر عرفات. في يوم 17 يوليو عام 1971 كان آخر فصل في هذه المواجهة بين الجيش الأردني وبين منظمة التحرير الفلسطينية ومن معها من الفدائيين الفلسطينيين. حاصر الجيش الأردني قرابة 2000 فلسطيني في غابة في عجلون واضطروا للاستسلام، وكانت هذه آخر مجموعة فلسطينية تحمل السلاح. سمح الأردن للفلسطينيين بالخروج من الأردن واتجاه إلى لبنان، وفعلا اتجه الفدائيين الفلسطينيين إلى لبنان. هذه الحادثة تسمى حادثة أيلول الأسود. ولما وصل الفلسطينيين إلى لبنان كونوا منظمة كبيرة اسمها منظمة أيلول الأسود. قامت هذه المنظمة بقتل رئيس الوزراء الأردني وصف التل في القاهرة. وفي نفس السنة يعني عام 1971 حاولوا قتل سفير الأردن في المغرب زيد الرفاعي، لكن الله سلمه من هذه المحاولة. عموما منظمة أيلول الأسود قامت بعمليات كبيرة، منها عملية ميونخ. وصل الفلسطينيين إلى لبنان عام 71 تقريبا، عام 72 في لبنان، عام 73 في لبنان، عام 74 في لبنان، عام 75 تسببوا مع الأسف في حادثة تعتبر هي الشرارة الأولى للحرب الأهلية اللبنانية اللي استمرت 15 سنة. إيش اللي حصل وإيش اللي جرى؟ كان زعيم حزب الكتائب المسيحي بيار الجميل حاضر مناسبة في كنيسة في بيروت، ثم خرج منها مع مجموعة من حراسه، وفي منطقة تسمى عين الرمانة تعرض لإطلاق نار من فلسطينيين. تسببت الحادثة هذه في قتل 4 ممن كانوا معه، فتحركت الناس وشالت سلاحها. صادف وصول باص في عدد من الفلسطينيين عند دوار عين الرمانة. هذا الباص يحمل قرابة 30 شخص فلسطيني قادمين من مناسبة في تل الزعتر، وعند دوار عين الرمانة تعرضوا لإطلاق نار قتل منهم قرابة 27 واحد. وهذه حادثة مشهورة تسمى حادثة البوسطة أو بوسطة عين الرمانة. يكاد يجمع المؤرخين أن الحادثة هذه كانت سبب في الحرب الأهلية اللبنانية اللي استمرت 15 سنة وقتل فيها أكثر من 150 ألف. أثناء المعارك في بيروت كان الخاسر الأكبر مع الأسف في الحرب اللبنانية هم الفلسطينيين، وتعرضوا لمذبحة شنيعة اسمها مذبحة تل الزعتر. أثناء المعارك في لبنان تعرض ياسر عرفات للتضييق وتهديد حياته، وأصبحت حياته في خطر. لكن تتوقعون من اللي أنقذه من هذا؟ السفير الكويتي في بيروت. كان ياسر عرفات عنده في مكتبه وأنزله معه بالسيارة وخباه معه بالسيارة واخترق الحواجز وخرجه من بيروت، كما فعل سعد العبد الله الصباح. عموما الكويت لها مواقف مشرفة وكبيرة من القضية الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية، ويكفي هذه الموقفين اللي أنقذوا فيها ياسر عرفات من موت محقق. وبيرد لهم ياسر عرفات
عرفات الجميل أضعاف. منظمة التحرير الفلسطينية هذه تعتبر كويتية المنشأ. يذكر توفيق أبو بكر في كتابه الفلسطينيين في الكويت إن ياسر عرفات كلما زار الكويت في زياراته المتعددة كان يصرح كثيرا إن شاط الصليبيخات شهد أول ولادة لمنظمة التحرير الفلسطينية. بل كان ياسر عرفات نفسه يشتغل مهندس في وزارة الأشغال العامة في الكويت. بل كل القيادات اللي أسست منظمة التحرير الفلسطينية شغالين في الكويت. أبو إياد كان مدرس في ثانوية الأحمدي، وفاروق قدومي كان في وزارة الصحة، وسليم الزعنون كان مدعي عام في إدارة المرور، وخالد الحسن في مجلس الإنشاء، وعبد الله الدنان وغيرهم. وفرت الكويت لمنظمة التحرير الفلسطينية والفلسطينيين كل شيء. الكويت أول دولة سمحت للفلسطينيين بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وأول دولة تصدر قرار باقتطاع 5% من رواتب موظفي الدولة لصالح الصندوق القومي الفلسطيني. بلغ عدد الفلسطينيين في الكويت قبل غزو صدام قرابة 450 ألف. كانت الكويت تعتبر قاعدة خلفية للفلسطينيين، مدتهم بالمال والمواقف السياسية والإعلام. قدمت الكويت لفلسطين والفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية كل شيء، لكن إيش كان الجزاء؟ وماذا كان رد الجميل؟ عام 1990 غزا صدام حسين الكويت. جار يهجم على جاره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا غزا جاره وقتل أبنائه وسرق أمواله، هذا كله كوم. تدرون من أيد صدام حسين في غزو الكويت؟ تدرون من وقف مع صدام حسين إلى آخر لحظة؟ ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأغلب الفلسطينيين في الكويت كانوا مع صدام. اليوم بتكلم عن قصة الخونة في أيام الغزو على الكويت. الخائن منه؟ الخائن هو الصديق اللي انقلب وصار عدو. لكن كانت أكبر جالية عربية عندنا في الكويت اللي هي جالية الفلسطينية. حصلت مظاهرة، المظاهرة اشترك فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني. شفت الشارع هذا كان مليان. يعني أنا أذكر أيامها من هني لآخر، هذا يسمونه شارع تونس، لآخر شارع تونس الأوادم تناقز وتحيي صدام وتسقط الكويت. مو كل الفلسطينيين على فكرة، كان في فلسطينيين لهم دور بطولي مع المقاومة وكانوا يساعدون الكويتيين اللي مو قادرين يطلعون بالشوارع وكذا. لكن المصيبة منه؟ المصيبة باللي تعاون وتعاونوا عنده معلومات عن الكويتيين، قاموا يرشدون عن العسكريين، يرشدون عن أي واحد عنده منصب سياسي أو منصب حساس بالدولة. اللي كانوا يشتغلون مهندسين، يعني في كان مهندس في محطة الزور الجنوبية في الكويت، هذه محطة لتقطير المياه وتوليد الكهرباء، كان يرشد الاستخبارات العراقية عن الأماكن الحساسة في المحطة وآلية تشغيلها، لأن كانوا مفخخين عشان إذا حصل وأنهم تركوا البلد إنه يفجرونها معاهم بطريقهم. طيب مرات يجي يعني يحاول إنه يسايرك، يحاول يبي يشوفك أنت شنو نظامك، مقاومة ولا تبي السلامة ولا شنو، عشان يبلغ عليك. فقمنا نخاف من أي واحد صراحة، سواء كانت علاقتنا وياه طيبة ولا لا، بسبة الآلاف اللي طلعوا. بصراحة 450 ألف ممكن اللي وقفوا ويانا في الكويت ما يتعدون 10,000 أو 20,000، هذا بالكثير. تبوني أصدمكم شغلة؟ الكويتيين رغم الاحتلال والعنت خير يروحون ياخذون خبز يلقون فلسطينيين اللي ماسكين تنظيم الخبز. لا أنت كويتي يلا قلب وجهك وقف هناك. يقول كانت: نكران الجميل أصل الوضاعة. هذا جزائي وهذا رد جميلي. أنقذتك من الموت المحقق مرتين، وأنت الآن ما تقف على الحياد. لو وقفت على الحياد يحق لي أن أغضب منك. أنت ما وقفت على الحياد، أنت وقفت مع قاتلي وسارق بلدي وقاتل أبنائي. صدام أيد عدد من رؤساء الدول العربية مثل علي صالح ومثل ياسر عرفات، لكن لما بدأت قرارات الأمم المتحدة تتتابع وبدأت جيوش التحالف تحشد، انسحب كثير ممن أيد صدام، إما
إما رغبة أو رهبة. الوحيد اللي بقى مع صدام إلى ليلة القصف الجوي ياسر عرفات، حتى قال كلمته المشهورة: أهلا بالحرب. الإنسان يقف حائر أمام مواقف نكران الجميل، يعجز عن تفسيرها ويعجز عن إيجاد المبرر لها. خرج صدام حسين من الكويت، وقامت الحكومة الكويتية بعد أن رجعت للكويت بطرد الفلسطينيين من الكويت. عام 2004 زار أبو مازن الكويت وقدم اعتذار رسمي للحكومة الكويتية عن مواقف منظمة التحرير وكثير من الفلسطينيين أثناء غزو صدام. هذه العقلية مع الأسف في القيادات الفلسطينية اللي انقلبت على الملك حسين وتسببت في الحرب اللبنانية اللي كان أكثر ضحاياها من فلسطين، ووقفت مع صدام ضد الكويت مع أن الكويت كان أكثر داعم للقضية الفلسطينية. هذه العقليات هي التي تدير الشتائم للسعودية الآن، مع أن السعودية الآن أكبر داعم للقضية الفلسطينية. أنا ما أدري هي سطالة سياسية، هو غباء في قياس المصالح والمفاسد، هي حاجة موجودة في النفس. عزيز الفلسطيني، مشكلة فلسطين ليست في داعميها العرب بل في قيادتها من الفلسطينيين أنفسهم. أضرب لك مثال على السطالة في بعض القيادات الفلسطينية في اتخاذ الموقف، وله قبل 10 سنين أو 15 سنة، لا قريب قبل أشهر. من منا ما يعرف قاسم سليمان؟ يشهد العراق وسوريا ولبنان واليمن على جرائم هذا المجرم. قدر الله عز وجل أن يكون قتل هذا المجرم على يد الأمريكان، ولا أظن مسلم سني على وجه الأرض إلا رفع يديه شكرا لله على قتل هذا الملعون. خذوا معي موقف قيادة فلسطينية كبيرة وإسلامية. أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد. وكأن هذه الدماء المسفوكة على يدين هذا الرجل ما لها قيمة. أعطيكم أمر مفجع: مخيم اليرموك في دمشق مخيم للاجئين الفلسطينيين، حاصرته قطعان قاسم سليماني حتى ماتت الناس من الجوع. فصل جديد من فصول مأساة اللاجئين الفلسطينيين يسطر اليوم في مخيم اليرموك في سوريا. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أعلنت رسميا تفشي مرض التيفوئيد بين لاجئي المخيم، إعلان سبقتها إليه قبل شهر الهيئة الطبية العامة في جنوب دمشق، التي أصدرت بيان استغاثة حذرت فيه من تصاعد الأمراض والأوبئة في مخيم اليرموك، ووصفت الأمر بالمقلق والمخيف. خطورة تلك الأمراض التي تهدد الأرواح ازدادت بسبب الحصار المفروض على المخيم. يعني في كل دول العالم في ممر إنساني، كل حروب العالم من شرق لغربها يوجد خط إنساني للمرضى للمدنيين. كل حروب العالم تشهد. ما معنى هذا الكلام الذي نحن فيه؟ هذا كلام ما جرى لا بحرب ولا بأي شيء. فنحن نطالب منظمة التحرير وهيئة الأمم المتحدة إن لم يفكوا الحصار عن هذه المخيم أو عن هذه المنطقة فليفتحوا لنا الطريق إلى فلسطين. غزة والضفة موجودة ونحن أبناء هذا البلد، افتحوا لنا الطريق إلى غزة أو إلى الضفة الغربية، لا نريد بقاء في هذه المنطقة. المشرف على هذا قاسم سليماني، ثم يطلع إسماعيل هنية ويقول لك شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. إذا عجبك المحتوى لا تنسانا من الاشتراك في القناة ولايك وشير وفعل جرس التنبيه، وتقبل الله منا منكم الصيام والقيام، ونشوفكم على خير.